بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة واحدة أخرى معنا. نتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. في إطار تقييم التهديدات المحاطة بالمغرب، ونمشينا حتى نزلنا للشارع وطرحنا مجموعة الأسئلة على المواطنين. استوت الأعضاء من المواطنين غيقول لك التهديد تيجي من الجزائر وكاين احتمال نشوب واحد الحرب. غنديروا التقييم الحقيقي لهذه التهديدات، وأيضا احتمالات نشوب الحرب ما بين المغرب والجزائر في اطار تقييم اقليمي، ونحطوا على المستوى العالمي الصراعات اللي كاينين في العالم. وهذا الشيء نعتمدوا فيه على واحد التقرير سنوي ديال مجمع الاستخبارات الامريكيه اللي خرج نهار 8 مارس 2023. هذا واحد التقرير سنوي تيدير مختلف التهديدات المحاطه بالولايات المتحده الامريكيه والحلفاء ديالها. تيدير تهديدات سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، الارهاب، مختلف التهديدات اللي كاينه. وفاش نهضروا على التهديدات ديال الحلفاء الولايات المتحده الامريكيه في الدرجه الاولى مثلا في الشرق الاوسط، تيذكروا السعوديه واسرائيل، وبالنسبه لشمال افريقيا تيذكروا المغرب لانه عنده واحد الوضع متقدم بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في العلاقات ديالو مع. نحاولوا كما قلنا نديروا هذا التقييم اعتمادا على هذه الدراسه. اولا غادي نهضروا على التهديدات المباشره شنو هما اللي تيهدوا المغرب من ناحيه الجزائر. كاينين جوج العوامل. العامل الاول هو ان الجزائر دخلت ايران، وهضرنا على الدرونات اللي عطات للجزائر انها تجيب ميليشيات ديالها بحال الشكل اللي دايرها عند الحوثيين، بحال الشكل اللي دايرها مثلا في سوريا، ايضا في العراق، نفس الشيء في لبنان. وبغات تطبق نفس التجربه هنا، نشوفوا الى مدى حسب التقرير واش نجحت ولا ما نجحتش التهديد ديالها. البارامتر الثاني ولا العامل الثاني هو الجزائر في حد ذاتها كدوله تعتبر المغرب كعدو رقم واحد. وفي الاخر نخرجوا بعض الخلاصه شنو هو السبب ديال هذا الصراع. فبالنسبه لايران اللي جابت الجزائر للمنطقه وبغات تلعب بها، فالتقارير تاكد على ان ايران ما زالت تلعب وتتهدد المصالح الامريكيه والحلفاء ديالها. وبالدرجه الاولى هضرت على السعوديه وعلى اسرائيل فقط في الشرق الاوسط، وتستخدم من اجل جزاعات المنطقه خلال الميليشيات ديالها. دائما هي تستخدم الميليشيات ديالها لان ايران وطريقه العمل ديالها عندهم عمل عقائدي، عندهم الولايه ولا عندهم الولاء والبراء مباشره الى ايران والولايات الفقيه. ما هو ما عندهمش الولاء الدول ديالو. تلقى شي في السعوديه ولا في المغرب ولا في ايران ولا فين ما بغى يكون الولايه ديالو بالدرجه الاولى، والحب ديالو والاخلاص لايران. فبالنسبه لهذه الاستراتيجيه ديالها حسب التقرير فقط هي ناجحه في المنطقه ديال الشرق الاوسط الى حدود الساعه. وبالنسبه لشمال افريقيا مازال ما عندها ادنى تاثير فيما يخص عاوتاني الجانب ديال تطوير القدرات العسكريه باش يمكن لها تسلح ولا يمكن لها تعطي البوليزاريو بواحد انفاق كبير نفس الشكل مثلا تدير مع حزب الله. هنا مازال ما قداتش دير هذا بحكم كاين عندها مجموعه ديال المشاكل، منها الثوره اللي عندها لداخل، ايضا عندها مشكل على بعض القيود الميزانيه، وعندها عجز مالي اللي خلاها في الربع سنين الاخيره ما بين 2018 و 2022 ما قداش دير صفقات ديال التسلح كما كانت في الفتره الاولى. هذا حسب معاد ديال ستوكهولم اللي خرج هو نهار 16 مارس على ما اعتقد. حتى هو هضر على هذه النقطه وهضر على التسليح. هادو كلهم مجموعه المشاكل ونقاط ضعف تيتلاقاو عند ايران، وتطلب بطريقه غير مباشره حتى على البرنامج النووي ديالها. فبالنسبه للخلاصه باش خرج التقرير وباش خرجنا منه تاعنا بالنظره، هو ان مازال الفعاليه ديالها في المنطقه ديال شمال افريقيا ما قدرتش توصل للذروه ديالها بحال كاين في الشرق الاوسط. وبالتالي الخطوره على المغرب ما تتشكلش ديك الخطوره اللي تيصورها المجتمع المغربي ولا الشعب المغربي، لانه تيدير مقارنه ما بيننا وبين الشرق الاوسط. ومع ذلك يبقى الحيطه والحذر، وهذا الشيء اللي تخدم عليه المغرب لانه دائما تيخدم الامن الاستباقي. الامن الاستباقي او الامن الوقائي، لا سيكوريتي بريفونتيف، تعطيك واحد الامان، تعطيك واحد الاريحيه في التعامل مع مختلف التهديدات. النقطه الثانيه هي اللي تهمنا احنا ما بيننا وما بين الجزائر مباشره، انه ممكن نشوب حرب، خصوصا يعني في العامين او السنتين الاخيرتين منين طلعت بون وطلعت الربعه ديالو بدات تبان بوادر الحرب مباشره. ولكن فاش نشوفوا التقارير اللي تيدير دراسات شامله ودقيقه تيجي لبعض النقاط اللي سماوها يعني المخاطر التقليديه او المخاطر الكلاسيكيه اللي تشكل تهديدات على الامن القومي الامريكي والحلفاء ديالها. فاش هما الامريكان في الخدمه ديالها الامن القومي تدخل فيه العمق الاستراتيجي ديالها وتدخل فيه حتى الحلفاء. فهنا تيهضروا على تنامي يعني مخاطر نديرها صراعات مسلحه ما بين الدول. في التقييم ديالها فاش يحطوا يعني مجموعه الصراعات المحتمله واللي كاينه اللي عندها تداعيات حقيقيه وعندها اهتمام فوري ديال الولايات المتحده الامريكيه، تلقاو بالدرجه الاولى كاين ما بين الصين
وما بين الهند. ايضا كاين المشكل اللي ديجا قايم ديال اوكرانيا وروسيا، وكاين احتمال ديال تايوان والصين، لان تشن عليها مجموعه ديال الحملات. اما فيما يخص شمال افريقيا فما تطرقوش نهائيا الى الصراع ما بين المغرب والجزائر كاحتمال، عكس ما انهم تيهضروا على بعض المخاطر والتهديدات العابره للقارات بحال الهجمات السيبرانيه، بحال المنظمات الارهابيه، بحال المنظمات الغير الحكوميه اللي تسعى الى السيطره والتوغل عبر ما هو اقتصادي، ما هو سياسي، تبييض الاموال، جميع التهديدات الا التهديد ما بين المغرب والجزائر. هنا نخرجوا بواحد الخلاصه، هو المنهجيه ولا السياسه ديال النظام الجزائري بالدرجه الاولى باش يستمر في الحكم ديالو منذ الاستقلال ديالو الى يومنا هذا، وفي سياسه الناب اللي متعاقدين عليها، وهو انهم ضروري خصهم واحد العدو خارجي اللي تعلقوا عليه مختلف الفشل ديالهم ولا اي حاجه كما بغاتكم تنشوفوا حنا، لان هما اي حاجه عندهم ترتبط بالمغرب، اقتصاديا سياسيا رياضيا ثقافيا، اي حاجه عندهم مهووسه لدرجه ان حتى في الاحصائيات ولا لي ستاتستيك اللي تيخرجوا ديال وسائل الاعلام ولا اي حاجه، تلقى المغرب مذكور عند الوكالات الرسميه ولا عندهم في اي بلاصه بواحد النسبه اللي تفوق 60%، عكس مثلا التداول ديالهم هما في الميديا الرسميه ديالنا. تنهضروش على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، فيسبوك، الشعب، تنهضروا على المستوى الرسمي باش نعرفوا حجم الهواش اللي كاين عندهم بنا. هنا الخلاصه اللي كاينه هما انهم بيتهم اهون من بيت العنكبوت، فقط تسعوا الى البلبله وتسعوا الى باش يديروا مجموعه المشاكل. وهذا ما تعنيش انهم ما يديروناش مشاكل، انهم ما يحاولوش يديروا مجموعه ديال المناوشات، ما يحاولوش يلعبوا بالبوليزاريو يدفعوها هي العافيه، لانهم في الاول في الاخر تيلعبوا، جينا الواقع تيلعبوا بمغاربه، هذوك مغاربه مغررين بهم بعض، بالاضافه لبعض الافارقه اللي ملقعينهم موريتانيين جزائريين. انا دائما متطلق على البوليزاريو، وانها واحد الفئه هجينه، واحد الفئه ديال شلاضه، خليط من الاجناس تلعب بهم الجزائر. هذا هو اللي كاين. اما على المستوى الحقيقي وعلى المستوى العسكري فما عندهمش القدره، شحال من مره قلناها، باش يمكن لهم يتدخلوا. التقرير تحدث على بزاف المسائل، هذا فقط النقط اللي هضرنا عليها، لانه هضر على حتى التزايد ديال مستوى التهديدات الارهابيه سواء اقليميا دوليا، النزاعات ما بين الدول كما قلنا ما داخلش فيها شمال افريقيا نهائيا، عكس مثلا فاش لقاو ميليشيات الشيعه داخل العراق او سوريا، هادو مذكورين وتشكلوا تهديد على مستوى حلفاء الولايات المتحده الامريكيه. بطبيعه الحال التقارير تخدم مجموعه ديال التوجيهات ومجموعه ديال التهديدات اللي رسمها، تهدد الولايات المتحده الامريكيه عموما وتتهدد الحلفاء ديالها، وسماها كبيئه امنيه معقده تعتمد على مجموعه الاستراتيجيات، سواء التنافس المحتدم المستوى الاقتصادي، القوى الاقليميه التقليديه، القوى الاقليميه الصاعده، الجهات الفاعله الغير حكوميه، نهضر مثلا على البنك الدولي والنظام المالي الدولي، العملات الالكترونيه اللي طلعوا وكيفاش يتلعبوا في الخفاء، وفي نفس الوقت حتى على مستوى ديال التغيرات المناخيه والاثار ديالها. يمكن ندير اسقاط بسيط على المغرب وشفنا مثلا العام اللي فات كيفاش ان كان عندنا تهديد مباشر بالعطش على مجموعه ديال الدول. هذو كلهم تينصبوا في مجال اللي هو عميق تيتعلق بالامن الغذائي، اللي دابا الجميع تيحاول باش يستمر فيه البنيه التحتيه ولا العنصر البشري، فرشات المائيه، اي حاجه باش يامن هذه المسائل اللي تتوازى مع التامين الطاقي. وهذو الازمات اللي كاين عاوتاني عندهم استمرار ولا عندهم تبعات ديال كورونا حتى هي خلات لنا مجموعه المسائل اللي هي سلبيه، بالاضافه الى حتى الهجمات السيبرانيه والتقنيات الناشئه، التقنيات الناشئه اللي متعدده، منهم لي درون اللي ولاو عند اي واحد يمكن له يخدم بهم. فاش خدم درون راه ماشي بالضروري تكون مسلحه، لان كاين مجموعه ديال الوسائل لوبتيك ديال ترانسميسيون اللي تاثر سواء على الدوله كامن قومي او حتى على بعض الشركات، لان دابا هادشي شي شاد في حلقات وكل شيء ولا مخربق. وباش يمكن لك تعتمد على واحد دفاع وطني متكامل متماسك من جميع الجوانب، راه خصك تكون عندك اليقظه ويكون عندك العنصر البشري المؤهل، لان دائما لما كانش عندك طاقات متجدده، طاقات بشريه تتادابطا وتتغير مع التقلبات، ما يمكن لك تمشي. ودائما راه فاش تنبغيو تكون عندنا دوله متكامله، خصك على الاقل يكون عندك هاد القطاعات مزيانه، قطاع التعليم
يكون عندك القطاع الخاص، منتج ومواطن، والقطاع العام. هاد 3 ديال القطاعات، ومعاهم قطاعات وحدين أخرين، ولكن هاد 3 مهمين بزاف باش عاد يمكن لك تزيد لقدام. للأسف اللي مازال عندنا حنا في المغرب الإشكالية هو القطاع الخاص مازال ما مفعّلش كما ينبغي له. وحتى باش نعرفوا كيفاش القطاع الخاص مازال ما خدامش، ما حدك مازال تشوف التلاميذ وتشوف الآباء تيبغي ولدو يخدم في الوظيفة العمومية وما يخدمش في القطاع الخاص. أفرح حنا مازال خصنا بزاف. تحية لكم جميعًا، شكرًا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.